بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. قبل ما نبدأ في الموضوع ونقول أي حاجة لازم نعرف إن إحنا كمسلمين الوشم عندنا حرام، وده شيء متفق عليه طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. هسيب ليكم رابط الفتوى في وصف الفيديو اللي بتقول واللي بتشرح ليه الوشم حرام. الوشم اللي بنتكلم عليه هنا انه حرام، اللي هو الوشم اللي بيتم بالوخز بالإبرة وملء الفراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم اللي بتبقى حبر وبتبقى عبارة عن حبر دي. وده الوشم اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده. اما الوشم اللي تعمل بالحنة او اللزق ده فده ما فيهوش حاجة لانه بيمشي مع الوقت وعادي، في الوضوء مش بيمنع المية انها توصل للجلد. نيجي بقى لليه اللي بيعمل وشم ما ينفعش يتبرع بالدم. اول حاجة لان الابر اللي بيتم بيها عمل الوشم دي ممكن ما يكونش تم تعقيمها كويس، فبالتالي الشخص اللي بيعمل الوشم عرضة لانه يتصاب باي مرض نتيجة للعدو. وبرضو الحبر اللي بيتم بيه عمل الوشم ده بيتكون من معادن، فممكن المعادن دي تسبب ضعف المناعة وتسبب أمراض للجسم، فبالتالي برضو الشخص ده ما ينفعش يتبرع بالدم بتاعه. طيب هو أصلا مش ما ينفعش خالص يتبرع بالدم، إنما الفترة معينة. الفترة دي بتختلف من دولة لأخرى، في دولة بتقول لك سنة بعد عمل الوشم، في دولة بتقول لك 6 شهور، في دولة بتقول لك 4، في دولة بتقول لك 3، في دولة بتقول لك بيوم أو 12 ساعة. لو دخلنا على موقع الصحة العالمية هنا ونزلنا تحت عند الصحة هنشوف هنا اللي بيعمل الوشم، هتلاقي هنا كاتب لك هو 6 شهور، وممكن برضو 12 يوم لو ما فيش التهابات او ما فيش اي حاجة في الجلد. وده بيقول لك على اساس انه بيعمله في مركز معتمد وادواته صحية والكلام ده لكن هو عامة احنا زي ما قلنا الوشم عندنا كمسلمين حرام. كده يبقى انتهى موضوع الفيديو، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.